يلا بينا نعمل شوية عدس بشعرية كده على الرايق. نبدأ بسم الله. طبعا المكونات معانا بصل، توم، كرات، بطاطس وجزر وطماطم. طبعا نبدأ مع النار. نبدأ بقى شوية ورق اللوري الجميل. ننزل بورق اللوري الجميل بتاعنا. تمام كام فص توم كده شم الريحة ولا. ننزل بقى بالبصل والكرات طبعا الخضار بتاعنا كله جميل. الحلة الجميلة بتاعتنا نشم التشويحة كده ونروق عليها التشويحة الجميلة دي. يلا كده صلوا على النبي يا جماعة كده واذكروا الله زي ما اتعودنا كده. نبدأ بالصلاة على النبي. نشوح بقى الخضار الجميل بتاعنا. ننزل طبعا بسكة الكركم الجميلة اهي. طبعا الكركم عشان نفعل مادة الكركمين اللي في الكركم لازم نديله فلفل اسود. الفلفل الاسود بيفعل مادة الكركمين. طبعا المادة دي مادة مفيدة جدا جدا اللي بيخليها تتمصط مع الفلفل الاسود. طبعا اي بهارات عطريه لازم تتشوح الاول، تخش النار اول درجه حراره عشان تطلع العطريه اللي فيها. هننزل بميه. يلا ننزل بميه سخنه مع اهي. نحط بقى الميه بتاعتنا. الميه بتغلي نسيب بقى اللي عند ما الخضار يستوي خالص. لما الخضار يستوي اللي فيها ننزل بقى بالعدس بتاعنا. طبعا بعد ما الخضار استوى معانا خالص الجزر والبطاطس والخضار استوى ننزل بقى بالعدس. نقلب بقى. اول ما يبدا يغلي معانا نهدي النار. نهدي النار ونقلب بقى تقليب مستمر والنار هاديه كده عشان العدس ما يلزقش مننا. طبعا العدس اهو خلاص يستوى معانا خالص اهو. ننزل بقى بالملح الجميل بتاعنا. نزل الملح ونقلب. نسيبه يبرد شويه نضربه بالهاند. نضربه بالمكسر ونصفيه. هنبصر 5 بصل اهي. ونشوح البصلة مع السمنة اهي. صغير السمنة مع العدس. الناس بقى بتحط توم، ناس بتحط بصل، كل واحد بقى حسب الايه الرغبة. ننزل بقى لما تبدأ تصفر كده نبدأ فيها سنة كزبرة وكمون. خد اللون الدهبي كده وننزل بقى بيها ايه على العدس. يلا نحط. كده العدس يبقى جاهز كده وبألف هنا وشفا.